السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض أحلى محشي كرنب هتاكليه. لو انت مبتدئة نفسك تحشي بس مش عارفة تحشي، خليكي مع الفيديو. هعرفك ازاي تشتري الكرنباية، وهعرفك ازاي تقطعيها بطريقة سهلة جدا زي ما انتوا شايفينها كده، وهعرفك ازاي تقطعي الورق ويطلع كله سوا واحد، وهعرفك تسوية المحشي. خليكم مع الفيديو. بس الاول حابة افكركم يا ريت كلنا ندعي لاخواتنا ربنا ينصرهم ويثبت اقدامهم، ويا ريت كمان ما ننساش نصلي على حبيبنا المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اول طبعا حاجه ده الكرنبايه بتاعتي. اول حاجه ما تيجي تشتري الكرنبايه اشتريها الطازه عشان يطلع ورقها معاكي مسكر. بنيجي بالسكينه بنقور الراس كلها وبندخل السكينه لجوه ونطلعها بالشكل ده، تطلع معاكي سهله. وبعدين الورق الاخضر اللي بيبقى حواليها ده بتشيليه وبتسلقيه في الاخر، بتفرشيه في قاع الحله. بعد كده هندخل معانا حله على النار، هنملاها ميه كده ونحطها على النار. مجرد ما تغلي هنزل بمعلقه كمون ومعلقه شطه ومعلقه ملح. تمام. لو الحله ألمونيا معاكي بتضيفي نص ليمونيه كده في الحله عشان الحله ما تزرقش معاكي وتغلبك في التعك. بعد كده نزلنا بالكرنبايه بتاعتنا، هنجيب بقى الميه بتاعتنا ونحطها كده في النص برضو عشان الكرنبايه تنزل تحت شويه برضو في الميه. بعد كده هنسيبها بس لمدة دقيقتين، وهقلبها برضو على الوش التاني واسيبها لمدة دقيقتين عشان خاطر تبدأ بقى تستوي معانا كده. خلاص هقلبها بقى على الوش التاني، هتبدأ بقى تنزل في المية وتبدأ ورقة ورقة تفكي معاكي. مجرد بقى ما الورقة تفكي معاكي كده خلاص اعرفي انها استوت. لو حسيتي انها نية من فوق بتسيبيها في المية شوية برضو لمدة دقيقة، يعني ما تسيبهاش فترة طويلة عشان ما يتهرش معاكي. طبعا دي ما استوتش برضو، حطيتها في الميه لمده دقيقه واحده وطلعتها. طبعا الجزء اللي فوق ده الميه طبعا مش طايلاه، فهتلاقي ممكن نايم معاكي شويه. اما لو الحله اكبر من كده هتلاقي الكرنب كله ياخد سوا واحد كله. لاحظوا كده، كل ما الكرنب بيستوي كل ما تلاقي الكرنبايه تفكي معاكي، او كده بتاخدي الورقه اللي على الحرف بس. اهو كده شفتها برضو بتحسس عليها بايديكي كده وتشوفيها. لو طريت معاكي بتطلعي، بتحاولي برضو ما تسيبيهاش فتره طويله في الميه عشان ما يتهرش معاكي. واوعي تنسي طبعا وانتي بتسلقي الكرنب بتطلعيه وتحطيه في مصفى. لو حطيتيه كله كده وسلقتيه وحطيتيه في حله ولا حطيتيه في حاجه مش مصفى ولا اي حاجه هتلاقيه اتهرى معاكي في الاخر خالص. تيجي تقطعي الكرنب هتلاقيه كله مهري معاكي، مش هتعرفي تقطعيه. فطبعا وانتي بتسلقي الكرنب طلعيه كله في مصفى عشان يصفي الميه السخنه اللي فيه. تمام. شايفين كل ما بتستوي كل ما بتتفك من بعضها. طبعا الجزء اللي فوق مش مستوي بسيبه برضو في الميه لمده دقيقه واحده، وبرضو بشيله احطه في المصفى على طول. طبعا دي اسهل طريقه تعتمدي بيها الكرنب. وحابه اقولك برضو لو انت مبتدئه وانت بتسلقي الكرنب يا ريت تخلي الحله في نص البوتاجاز من النص، او تخليها على العين اللي جوه، يا العين اللي في النص يا العين من جوه، لان وانت مبتدئه ممكن تعملي الخطوات دي لا قدر الله ممكن تقع عليكي. كده خلاص الكميه كلها، وهقول لكم بقى هنعمل ايه. كده خلاص خلصنا سلق الكرنب. خلاص هنجيب بقى ورقه ورقه بنتنيها بالشكل ده. هنجيب ورقه تانية برضو ونحطها. عايزه بقى تحطي ورقتين 3 4 زي ما انت عاوزه. انا هحط 3 بس كده عشان يبقوا سهلين معاكي وانت بتقطعيهم، مش عايزه اعقد الامور عليكي. دي اسهل طريقه وتحسي بقى ان الصباع المحشي كله قد بعضه. او قطعت العروق من تحت لفوق زي ما انتوا شايفينها كده. تمام. هنجيب بقى السكينه وتحاولي بقى تشوفي بقى مقاس الورقه اللي انت عايزاها بتقطعيها. انا واخده حوالي 3 صوابع زي ما انتوا شايفين كده، وهحاول برضو قطعتها بالعرض هقطعها برضو بالطول او حسب عرض الورقه معاكي، بحيث ان الورق كله يبقى سوا واحد. اهو زي شايفين ما شاء الله، اسهل طريقه وسريعه جدا معاكي. والورق بسم الله ما شاء الله زي ما انت عايزه بقى. عايزه تقطعي صغير قطعي، عايزه تقطعي كبير قطعي زي ما انت عاوزه. اخلص بقى كميه الكرنب اللي معايا بالشكل ده كده، وهقول لكم هنعمل التسبيكه الحلوه بتاعتنا ازاي، وازاي المحشي يطلع معانا طعمه حلو. دي التسبيكه بتاعتنا اهي، بس الجزء ده ما تصورش هقول لكم عملتها ازاي. جبت حته كده من اللي عندي ليا ضاني مخزناها طبعا من العيد، او عندك حته دهنه سيحيها حط شويه زيت عليها ومعلقتين سمنه كبار، وقال بقى بصلتين 3 بقى. محشي طبعا بيحتاج بصل كتير. قليت البصل لحد ما البصله دبلت معايا، ادتني اللون الذهبي الخفيف خالص. بعد كده نزلت ب3 فصوص من الثوم عشان يخلي ريحه المحشي حلو معاكي، ومعلقه هريسه شطه. وبعد كده نزلت بالطماطم بتاعتنا وسبتها لحد ما اتسبكت وشربت الميه اللي فيها خالص زي ما انتوا شايفينها. سبت التسبيكه بتاعتي لحد ما بردت خالص، ونزلت بالرز بتاعي
وبعد كده قلبت الرز، وبعد كده نزلت بالخضره بتاعتنا. الخضره بقى حاولي بقى تكتري زي ما انت عاوزه. المحشي يعني بصل كتير وخضره كتير يديكي بقى طعم للمحشي ويخلي المحشي معاكي حلو قوي. كده التسبيكه بتاعتنا خلاص، وشايفين شكل الرز عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله. وفي خطوه مهمه عايزه اقولها لكم برضه، انا طبعا ما شوحتش الرز في التسبيكه على النار، لان هاكل المحشي ده في نفس اليوم. لو انت بقى في الصيف وحابه تعملي المحشي وهتعملي حله مثلا النهارده وحله تشيليها، لازم تشوحي الرز مع الطماطم عشان ما يبص معاكي. ده لو الكلام ده في الصيف، لكن في الشتاء عادي ممكن تعمليها وتاكليها بكره عادي، ما فيش اي مشاكل، الشتاء كويس. لكن لو في الصيف طبعا لازم تشوحي الرز مع الصلصه. تمام. هوريكم بقى طريقه اللف بتاعتي. شوفي بقى بلف ازاي بطريقه سهله خالص، بالراحه خالص. بتلفي كده بالشكل ده كده. تحاولي بقى تحطي الرز في صباع المحشي، وتحاولي توزعي الرز في صباع المحشي كله يبقى سوا واحد، وتلاقي المحشي بقى يجري معاكي كده، وما تضغطيش عليه قوي عشان خاطر ما ينزلش الإدام اللي فيه. اهو بصي بلف بالراحه خالص. وطبعا صباع المحشي يبقى نضيف من بره، ما يبقاش عليه رز. شايفين بسم الله ما شاء الله. تخلي صباع المحشي كده يلعب في ايديكي ما يفكش منك. وده شكل الحله بعد ما خلصتها خلاص. هنيجي بقى للخطوه الحلوه الجميله بتاعتنا اللي بننتظرها بقى بعد التعب ده كله. هنسوي المحشي بتاعنا ازاي؟ لازم الشوربه بتاعتنا تكون سخنه وبتغلي، وتحاولي بقى تهزي الحله بتاعتك كويس جدا عشان الشوربه تتوزع في الحله كلها، ما يبقاش جزء فيه شوربه وجزء ما فيهوش. تيجي تاكلي المحشي تلاقيه ني معاكي. تمام كده خلاص. الشوربه بتاعتنا لازم تكون بدايه السطر التاني. تمام. انا مش مخليه شوربه على الوش خالص اهو. تمام. الشوربه بتاعتك لازم تكون بدايه السطر التاني على طول. هنجيب بقى معلقه سمنه فلاحي او قشطه وتحطيها على الوش بقى، وشم الريحه وكل الطعم. عشان بقى المحشي يستوي معاكي وياخد كله سوا واحد، بتجيبي كيسه من كيسه التلاجة اللي بتخزني فيها اللبن، بتقطعها وتحطها على الوش، وتحطي طبقه على الوش بالشكل ده، وتسيبي المحشي بقى لحد ما تشرب معاكي خالص. كده المحشي بتاعنا اتشرب خالص. هشيل بقى الكيسة وهشيل الطبق واسيبه بقى يتبخر. طبعا هو اول ما بيتشرب معاكي بتحاولي بقى تهديله النار على نار هادية خالص. كده شلت الكيسة وشلت الطبق. هغطيه بقى واسيبه بقى اللي يتشرب الشوربة اللي فيه كلها، وبعد كده هسيبه لحد ما يستوي معانا خالص. وكده المحشي بتاعنا خلاص استوى وبقى جميل. عايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله الريحه بتاعته حلوه قوي. معلقه السمنه الفلاحي هتخليه في حته تانية خالص. او القشطه. القشطه طبعا كنا زمان ايام جدتي الله يرحمها كانت بقى يعملوه على الكانون كده، ويحطوا بقى القشطه على الوش بقى كده وتشم الريحه. الله يرحم ايام زمان. بس عايزه اقول لكم طبعا المحشي بتاعنا جميل، وان شاء الله هيعجبكم. جربوا الطريقه، ولو عجبكم الفيديو ياريت ما تبخلوش عليا باللايك الجميل بتاعكم، وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصلكم كل جديد. اشكركم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.